حديثنا اليوم عن مبادرة مدرج العنابي، وهي مبادرة شبابية وطنية رياضية تهدف إلى دعم المنتخب القطري في جميع المحافل والبطولات المحلية والدولية. يا فهد، أكيد. وللتعرف أكثر على هذه المبادرة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد مبارك المنصوري المسؤول الإعلامي للمبادرة، والسيد عبد الرحمن العوضي مسؤول التسويق الجماهيري للمبادرة. أكيد مبادرة طيبة يا جاسر. أنا قلت لك نادر مركز في التقرير، نادر مدير الاستديو عندنا يعطيه الصحة والعافية، ورياضي بعد يشجع نادي الريان. نعم صحيح. إيه دائما خندش في الرياضة، دائما ضدك هو في كل شيء، واحنا الحين في الرياضة. معنا ضيوفنا الكرام أصحاب هذه المبادرة الشبابية اللي أتوقع أخوي مبارك الهدف منها هي تعزيز حضور الجماهير للمباريات، ولا لو تعرفنا أكثر على هذه المبادرة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على استضافتكم واهتمامكم بالمبادرات الشبابية. بالعكس احنا بدينا في المبادرة وهدفنا واضح، ان نشجع الجمهور على الحضور للملعب والعودة للمدرجات. نعم إن شاء الله. اجتمعنا احنا بشباب وبنات من الحسابات الجماهيرية عشان نحقق الهدف. يا سلام. ان شاء الله. نروح عبد الرحمن العوضي. عبد الرحمن، في مثل هاي المبادرات الشبابيه، الان منتخبنا الوطني مقبل على كاس اسيا، حامل اللقب، عليه عبء كثير، لازم يحافظ على اللقب. يمكن عقب كاس العالم تختلف اكيد بطوله عن بطوله ومستويات المنتخبات، ولكن يمكن الجمهور ما تقبل المردود اللي كان موجود. الان ان شاء الله يعوضون اللعيبه، يحافظون على الكاس، هم ضغطهم في الملعب، لكن ايضا يبقون الدعم من وين يجيهم؟ صحيح، من الجماهير. صحيح. انتم كبادره هذه متى يعني جاتكم هذه الفكره؟ شلون سويتوها؟ نوضح للمشاهدين. اول شيء مره ثانيه يعطيكم العافيه على الله الاستضافه. يعافيك، حق واجب. الله يعطيكم العافيه. المبادره بديناها احنا نفس ما قال مبارك، احنا مجموعه الشباب يعني فكرنا في موضوع ان احنا كمشجعين انديه، صحيح، لنا ناسنا اللي يحضرون حق انديتهم، تعرفهم الشباب اللي يحضرون حق النادي الفلاني، الغرافه، السد، الريان، الوكره، كل الانديه تعرف المشجعين اللي يحضرون لهم، اللي دائما تعينهم في المدرج. بالضبط. المنتخب ما له حد. ليش؟ يعني اليوم بيحضر له واحد بتشوفه يحضر له بعد 5-6 مباريات مره ثانيه. وين الناس اللي يحضرون دائما حق المنتخب؟ وين الناس اللي دائما مع المنتخب؟ مع انه اعتقد انه يعتبر واجب وطني يعني اتجاه المنتخب. بالضبط. هو انت يعني هاي اقل مردود انت ترده لقطر، انك توقف ورا يعني شعار المنتخب هاي، وانك تكون معاهم في الملعب وتشجعهم وتآزرهم. فمن هالطريقه احنا انطلقنا وبدينا. تقريبا بدايتنا كانت مع سفره الاردن في شهر، اتوقع شهر 7 و8 ما خاب الظن. احنا يعني بدينا من ذيك الفتره، ويعني بدينا نتجمع ونشوف شلون ممكن نرتب الامور ونسوي وهاي. الحمد لله يعني الشباب الله يعطيهم العافيه من يومها يعني شفنا في اقبال، الناس بدأوا يحضرون معنا، نكلمهم وهاي. الحمد لله يعني تأسست المبادره وبدت الحمد لله، وحاليا ان شاء الله خلال الفتره الجايه ان شاء الله في امور اكبر واكبر. النقطه اللي انت قلتها، شنو هدفنا احنا وشنو المفروض يكون مردودنا للعيبه في ارضيه الملعب. وجودنا احنا كمشجعين في ارضيه الملعب يحمس اللعيبه بشكل كبير. يعني حتى احنا شفنا المردود منهم، من اللعيبه نفسهم سمعنا منهم كلام يشكرون الجماهير، سواء في المباريات الاخيره، المباريات الوديه. توني بذكر لك هالنقطه ان تم ذكر اكثر من لاعب شكر القاعده الجماهيريه اللي حضروا في الاردن. يعني هاي لافته طيبه منكم ومو بغريبه، وايضا من اللعيبه اللي نقول ان اللاعب دائما يحس بالجمهور. لو هذا اللاعب ما حس بالجمهور والتشجيع وهذا ما ثنى على اللي كان موجود في الملعب. صحيح. وهاي نفس ما انا قلت لك ان اللعيبه يعني شكروا واستغربوا، ان يعني قالوا احنا هاي شيء مو يعني اخر فتره ما شفناه، يعني خاصه برا بلادهم، بالذات برا البلاد ما شفنا هالشيء. فكان في ثناء كبير ان يعني ترى وقفتكم معنا يعني هاي الشيء يثلج الصدر لنا احنا كلعيبه، ما نحس بالغربه احنا برا، او يعني نحس ان في جمهور معنا، في ناس واقفين ورانا. هالشيء يزيد المسؤوليه عليهم كلعيبه. صح. ان لازم احنا نثبت حق هاللعيبه، حق هالجمهور، ان احنا قد المسؤوليه اللي انتم حطيتوها يعني، وجيتوا وتعنيتوا وحضرتوا لنا. احنا نقد المسؤوليه وباذن الله ما نخيب ظنكم ان شاء الله. شيء جميل جدا. طبعا شاهدنا بعض اللقطات، صح، اللي اتوقع ان اعضاء هذه المبادره، خلينا نقول وجودكم في الملعب. اخوي مبارك، لو نتكلم على عدد الاعضاء في هذه المبادره. طبعا الاعضاء تقريبا حول
8 إلى 10 في ما شاء المبادرة. شباب وبنات، كل واحد له دور معين في المبادرة. اللي مسؤول عن السوشيال ميديا، يا سلام. اللي مسؤول عن مثل ما عبد الرحمن مسؤول التسويق الجماهيري. نعم. يعني نطلع افكار شلون ممكن نجذب الجمهور القطري، شلون يرجع للمدرج مره ثانيه. وين هي طرق تحفيز الشباب على حضور هذه المباريات؟ بالضبط، احنا يعني اكثر شيء شغالين على السوشيال ميديا، لان هي تقريبا صحيح، سلاح المنصه الاكبر العصر اللي راح توصل بالضبط. للاغلبيه، خلينا نقول. نعم. توصل باكثر سرعه ممكنه. يعني الجمهور يتابعنا الان، وكل شخص عنده طريقه شلون تجذبه. في شخص تجيبه صحيح. بالتحدي، في شخص تجيبه بالحميه، نعم. في شخص تجيبه بالمدح. يعني هذه عندكم، يعني مثل ما ذكر اخوي، في عندنا كذا طريقه. نوضح للمشاهدين شو الطرق اللي عندكم، شلون راح تجمعونهم، شلون راح تشجعون ايضا. هل هناك طرق مختلفه؟ تعود على الرابطه تكون موجوده، وهذه دائما واساسيه في كل انحاء العالم، الرابطه موجوده. في احد انديه ما ادري والله نسيت اي دوله من فتره بسيطه، رئيس الرابطه يعني عقب ما خسر فريقه قام يتكلم على اللعيبه كلهم بكل احترام وقفوا قدامه وقدموا له الاعتذار. فيه يعني رغبه في وفي تواصل نعم. وفي احترام متبادل. يعني احنا نجي ونتعب ونشجع، انتم مهامكم لا، صار في رد. ايضا نبغي الطرق هذه انتم كرابطه كمبادره عفوا. ويمكن اخوي فهد ولا اقطع كلامك، يمكن نحصل الخلل من خلال هذه الطرق. يعني نعرف وين لان الشعب القطري ما شاء الله شعب يعني مشجع. نعم. ما هو شيء نستغربه حق المباريات القديمه سواء كانت في الثمانينات ولا التسعينات، مالك محطرين من استاد الدوحه الى الان ملعب الوسيل. صحيح. فكلامك صحيح. حتى موضوع الرابطه هذه كانت تتوقع في فرنسا بين فريق اليوم، فريق اليوم صدقت. فنفس ما قلت لكم، اللي هو فكره ان اللاعب يوم يلعب ويشوف الجمهور في ظهره يبدا يحس بالمسؤوليه، يبدا يحاول انه يضغط على نفسه اكثر، انه يحاول ينتج اكثر في الملعب ويلعب بطريقه افضل، انه يحاول انه يسعد الجمهور اللي جاي له. واذا خسر طبيعي تحس في خاطره. احنا عندنا نفس ما انت سالت، اللي هو موضوع كيف ان طرق التحفيز الجماهير وجذب الجماهير. هي الله يسلمك، احنا حاليا قال يسلم في موضوع المنتخب. الموضوع ما تقدر تقول موضوع تحدي، ليش؟ لان انت في النهايه انت جاي تمثل بلادك. صحيح. هذه يعني انت هذا بدافع وطني، انها هي حميه منك لبلادك، انك تحضر وتشجع وتآزر منتخب بلادك. صدق. التحدي وغيره هاي يكون بين الانديه، ان انا والله جاي اليوم اتحدى الفريق الفلاني وكذا، هاي في الغالب تكون بين الانديه. هني في موضوع المنتخب انت نفس ما قلت لك، هو دافع وطني لك انك انت تحضر وتشجع المنتخب، لان نفس ما قلت هي يعني هذا اقل دافع، اقل من الشيطان الرجيم، اقل واجب انت تقدمه وترده لبلادك على كثر اللي هي اعطتك. يعني تشجيعك في الملعب هاي 90 دقيقه، يعني هاي اقل شيء انت ممكن اعتقد تقدمه. اذا صار انجاز للمنتخب وللبلد يسجل باسم البلد، اكيد الجمهور له دور، له نسبه من هذا الفوز. صحيح. يحسب لهذا الجمهور، لان يوم من الايام كان موجود. يعني يا من قاعده جماهيريه قلبت النتيجه بسبه حماسهم للعيبه وهزيجهم، وايضا دخلت الرعب في الفريق المنافس. دليل الريان. والدليل الريان صحيح. انا ما انكر الرهيب، قاعده جماهيريه كبيره. صحيح. كم من مباراه يعني ما كان في مستوى المنافس بحكم الظروف اللي تصيدهم، ولكن القاعده الجماهيريه لها تاثير كبير. اكبر مثال مباراه الريان ضد العربي. صحيح. يعني حضور الجماهير اتوقع كان له سبب رئيسي في فوز المباراه. يعني المباراه قعدت 0-0 لين متى؟ يعني المستويات كانت متقاربه. فالشيء الوحيد اللي هو دافع لدى اللعيبه خلينا نقول انهم يبيضون الوجه مع الجمهور اللي حضر وتعب وآزرهم في هذه المباراة. شيء جميل صراحة ومهم، ومبادرة ركزت على نقطة مهمة جدا ونحتاجها. ولكن أنا بالنسبة لي اللي أشوفه أن اختلاف عدد حضور الجماهير يختلف على حسب البطولة. يعني اللي نشاهده حاليا مثلا مقارنة بين بطولة كأس آسيا وكأس الخليج، يعني في اهتمام أكبر لكأس آسيا ولكن ما في اهتمام لكأس الخليج. خلينا نقول يعني بالنسبة للحضور أنا أتكلم مش على البطولة. مع أن سبحان الله يعني كأس الخليج له روحانية بين دول الخليج. يعني بغض النظر أن البطولة هذه مش معتمدة دوليا، ولكن يمكن من أهم البطولات عندنا في دورة الخليج. لكل خليجي
لها معنى خاص هذه عندنا. انا نقطتي وين؟ نقطتي على صادق، الحضور أنا معاك. مش على البطوله فعلا. يعني ليش؟ ما هي كلها تعتبر بطوله وانجاز للمنتخب ولازم نحضر ونآزره في هذه الفرصه. اخوي مبارك انا كنت بسالك بالنسبه لخطه التشجيع لبطوله كاس اسيا، شنو هي الخطه؟ شنو هي المنهجيه اللي تتبعونها مثلا لتعزيز الحضور ان شاء الله في هذه البطوله؟ باذن الله احنا تقريبا بكره بدايتنا بتكون الانطلاقه الرسميه اللي هي حمله ترويج الكاس الحضور كاس اسيا بكره الساعه 5 ان شاء الله على حسابنا في الانستغرام. ما شاء الله راح نبدا الانطلاقه ومنها بنعلن عن الفعاليات اللي راح نسويها. منها فيديوهات تشجيعيه، مقابلات في الاماكن العامه او اماكن التجمعات الجماهير. ايضا راح نسوي ان شاء الله تجمعات للجماهير القطريه او مثل ما تقولون مسيره في اكثر من مكان، نشجع الناس قبل المباراه على الحضور. فتقريبا هذه الخطط الاوليه، ان شاء الله في مفاجات جايه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طبعا اذا تكلمنا الان صار الوعي والادراك عند الكثير وخاصه عند شبابنا، شباب المستقبل اللي هم البواسل، الاعمار هذه اللي فيها حماس، يعني يعرفون اسامي الانديه العالميه، اسامي اللعيبه، يعرفون كل شيء. الان هذولا يقول لك الان اللهم لك الحمد التكنولوجيا وفرت لي كل شيء، حتى لو ما اقعد في البيت تلفوني في يدي اتابع المباراه من تحليل، من اكثر من زاويه اشوف الهدف، من يعني هذه يمكن اللي دخلت علينا يمكن قللت قاعده الجماهيريه، ولكن حضور الملعب له تاثيره، له روحانيته، له اختلاف داخل الملعب. شلون بشيل هذا البواسل هذول الشباب الصغار من عالم التكنولوجيا الى التشجيع وايضا المؤازره؟ صحيح كلامك صحيح. المتابعه في البيت او على الجوالات وغيرها تسهل على الشخص انه يتابع، يشوف الجول باكثر من طريق، باكثر من زاويه. نعم. التقنيات المستخدمه اي حتى في نقطه مثلا اذا بنرجع للفار ولا شيء، حتى انت وانت في الملعب تقدر تشوف اللقطات. صدق؟ عندك جوالك وعندك تقدر تشوف اللقطات، انت في الملعب تشجع، قاعد تاثر على المباراه، تسمع المعلق وتشوف لايف، بالضبط، تسمع المعلق يعني. وتشوف مباشر، سواء لقطه فاتتك ترجع على القنوات الرياضيه عندنا الحمد لله ما شاء الله قنوات كثيره. صحيح. ترجع وتشوف اللقطات وتعرف ايش صار وايش ما صار، ونفس ما قلت لك انت وجودك في الملعب وتشجيعك ياثر على النتيجه هذه. صحيح. الناس وهذا في البيت الكلام اللي قلته يمكن استخدام وسائل التواصل بشكل ايجابي. صحيح. بدال ما اشوفه وانا في مكان بعيد، اشوفه في مكان الحدث، ولكن استفيد منه من تعليق، حتى اللي حولي اقول لهم شوفوا لا اوفسايد ما هو اوفسايد، يعني صحيح. توصل الرسائل اوضح له هو. صحيح كلامك صحيح 100%. وفي كاس العالم كانوا اصلا حاطين تقنيه صحيح اللي هي وانت في مكانك تقدر تشوف، تعرض على الملعب وتشوف بعض المعلومات والتفاصيل، وهاي بعد هذه من الامور اللي تشجع اللي يسمونها، اذا شفناها مره ثانيه في كاس اسيا بتكون يعني مشجع كبير حق الجماهير. بنفس الفكره الصغار هذيل، انت حضورك من الحين وانت صغير تشجع المنتخب وتشوف المنتخب يكبر معاك. صح. تحضر لبطوله وانت المنتخب باذن الله البطوله على ارضنا باذن الله، اذا المنتخب حقق البطوله هذه انت بكره تقول والله انا حضرت هذه البطوله، انا كنت موجود مشارك في هذا الحدث. فانت هاي شيء يعني شيء مفرح لك انك شاركت في هالحدث، وانك يعني كنت جزء او فرد من الانجاز اللي بيصير باذن الله ان شاء الله على يد لعيبتنا ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام. صدقت، بيض الله وجهك على الكلام. طبعا اخوي مبارك ايضا انا بسالك بالنسبه لي مبارك مبتسم من يوم يعني. ان شاء الله هالابتسامه تستمر لنهايه البطوله ان شاء الله، لين تشوف المنتخب حامل البطوله ان شاء الله باذن الله. طبعا اللي نبي نشوفه عفوا هذه اللقطات للبطوله الاخيره ومنتخبنا اللي كانت في دولة الإمارات. حقق منتخبنا المركز الأول وكأس آسيا لأول مرة لفئة الرجال، وإن شاء الله هذا الكأس يبقى في دولتنا الحبيبة قطر، نحافظ عليه للمرة الثانية على التوالي إن شاء الله بإذن الله. هذه فرحة الجمهور ما شاء الله تبارك الله، وين مكانهم واقف وعندك في الملاعب ما شاء الله تبارك الله. صراحة ذكريات لا تنسى، وأنا أتوقع أنه راح يكون سبب كبير لحضور الجماهير لمباريات بطولة كأس آسيا هو استرجاع هذه الذكريات. طبعا جاسر انت اللقطه هذه لو اذا قدر المخرج يعيدها قدر يعني كان بها، لان نبي نتكلم عليها، لان الان احنا قاعدين في مبادره نشوف طبعا لقطه الجمهور. نعم يا الازهري بيض الله وجهك. شوف الهيدوس يرفع كاس البطوله، كاس اسيا لاول مره ناخذه لفئه الرجال، خذينا فئه الشباب. صحيح. ولكن ان شاء الله نحافظ على هذا الكاس. انا ابغي لقطه الجمهور بحكم ان احنا نتكلم الان عن شباب مجتهدين، ممكن نلاحظ فيها مسوي لهم مبادره. شوف
شوف يعني الشباب اللي عندنا الان في الاستديو هدفهم هذا المنظر، شفت هذا المنظر؟ هذا هدفهم يا اخي. هذه تخليك تحس بحماس، تحس بفخر، تحس بانجاز. شوف انا والله اتحمس وانا في الاستديو الحين، فما بالك انت تكون يا اللي تشاهدنا الان تكون في الملعب في المدرج بهذا الحماس. ان شاء الله تكتمل فرحه اللعيبه والكاس مثل ما الان يطبعون اسم دوله قطر يطبعونه ان شاء الله على النسخه الجديده. بس اتوقع كان يطبع لكن مايل مش سيده. ها؟ ما عليه بالماء. لا يمكن اللي فوق اقول مايل ولا سيده، المهم الكاس ونجيبه. المهم انه الكاس ونجيبه ان شاء الله. ان قالها الله. طبعا نرجع لاخوي مبارك. انا اللي بعرفه الجهات الرياضيه التي يتم التعاون معها في قطر لتنفيذ هذه اهداف هذه المبادره. طبعا لو بعدد الجهات يمكن انسى يعني اشكر حد فيهم. طبعا التعاونات مش مع جهات رياضيه فقط، حتى غير رياضيه، عشان شلون نوصل حق اهدافنا، شلون ممكن يعني نسعى ونكبر من الحمله اكثر شيء. فكان في تواصل مع جهات غير رياضيه، والكل الحمد لله يعني او الاغلب اعطونا نوع من التشجيع والترحيب. حتى اللي لو بنصور في مكان يقول لك المكان مكانك، متى ما تبي تعال. اهم شيء اي شيء وطني الحمد لله يعني توفقنا في الحمد لله. ترى كلكم تصبون في قالب دولتنا الحبيبه قطر، ايضا هدف سامي وهدف للجميع. بيض الله وجه كل من يشارك، سواء من مؤسسات، وزارات، هيئات، محلات. عبد الرحمن عفوا، خلينا نكون واقعيين. في ناس ياثرون، عنده تاثير سبحان الله، من اسلوب كلام، من خلقه الله حاط فيه جاذبيه. الان في اشخاص يقول لك والله شفنا هالمبادره عجبتنا، الشباب موجودين وعندهم مجموعه سواء من شباب ولا بنات، الكل يمشي في مجاله ومستويات. قال لك انا حاب ادش هذه المبادره. هل الترحيب من قبلكم؟ شو المطلوب منه؟ وين المكان اللي يجيكم؟ ولا التواصل معاكم؟ يعني في اشخاص سبحان الله، هذا اللي جاك الواحد جاب مجموعته. صحيح. الشباب اللي معاه في الميلس ولا العنه ولا اقربائه ولا عياله، يعني على الاقل تستفيد لك ما يقل عن 15 شخص. صحيح. احنا حاليا ما عندنا آلية معينة أن والله أي شخص يجي ويدخل معنا. احنا نفس ما قال لك أخوي مبارك، احنا ثمان أشخاص اللي خلينا نقول بدينا أو أسسنا المبادرة. اللي معانا الشباب دائما يعني الكل معانا حياهم الله يحضرون الملعب ملعبهم. احنا مو بهدفنا يعني مو بهدفنا أن والله ناخذك من يدك نوديك للملعب. احنا نقول لك حياك الملعب واحنا موجودين في الملعب. انتوا أداة تواصل، انتوا أداة تذكير، انتوا مجموعة شباب الله يجزاكم خير، يعطيكم الصحة والعافية. يعني فرغتوا من وقتكم، فرغتوا من جهدكم لجذب قاعدة جماهيرية، ولكن ما يمنع ان احنا نكون نفس الشباب اللي سووا مبادرة الفزعة. كان شخص شخصين، الآن اللهم لك الحمد حتى الدولة قامت تساهم معاهم سواء من وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية. فهذا الهدف، ان يكون عندكم خط ساخن يتواصلون معاكم. يقول لك انا والله عندي مجموعه، عندي سياح جايين يبغون ايضا يحضرون مباريات مثلا. يا اخي يقول لك احنا نحب قطر نبغى نشجع قطر. ما يمنع هذا الكلام. لا حياهم الله كلهم. انا نفس ما قلت لك فيه رقم تواصل عندنا. اول شيء حساباتنا على التواصل الاجتماعي. ممتاز. اي حد يبي يكلمنا يتواصل معنا حياهم الله. في نفس الشيء خط ساخن او مو خط ساخن يعني رقم تليفون. صح. في مباريات اللي كانت في الدوحه، المباريات الوديه وغيرها، كان في تعاون بسيط بيننا وبين الاتحاد انه يوفرون لنا تذاكر، وكنا احنا نعطيها للشباب اللي حابين يحضرون المباراه وغيره، يتواصلون معنا واحنا نوفر لهم التذاكر هذه. ففي طرق ان يعني الشباب يجون معنا والمكان مكانهم. نفس ما قلت لك يتواصلون معنا على حساباتنا في التواصل الاجتماعي، وان شاء الله ما يصير بخاطرهم الا كل طيب. بيض الله يجيكم وانتم تجزاكم كل خير. نعم. مبارك انا بغيت يعني اسال بعد في نقطه مهمه جدا اللي هي نقطه الفكر. يعني اغلب الشباب ممكن يفكر ان انا ما ابي احضر المباراه لان انا ادري اني بروح ما راح يكون في حد معي هنا. انتم وين وجودكم في هذه النقطه؟ لو تحدثون عنها مبارك. من ناحيه الفكر بشكل عام في الرياضه يعني في قطر، ابرز شيء شفناه في كاس العالم. منتخبنا خسر مباراتين، المباراه الثالثه والله خلاص ليش احضر انا؟ انت مستضيف بس خلاص ليش احضر؟ انا طالع من المجموعات. للاسف انا حضرت هولندا وقطر. لا خلاص قطر واحضروا يعني كواجب وطني احضروا. صحيح. وطلعوا الحدث بحكم ان احنا مستضيفين هذه البطوله، فايضا الجمهور كان له دور، وبيض الله وجههم انهم ما خلوا المدرجات. مع ذلك يعني كان عندهم مسؤوليه. هذا اللي نبقيه منكم انتم، تحافظون على هذه المسؤوليه والهمم،
وايضا تدعمونهم. بالضبط، احنا نحاول نغير ثقافه التشجيع. انا ليش احضر اذا المنتخب بيطلع؟ بس في النهايه انت مستضيف، انت لازم تبيض الوجه وتكون في الملعب، تطلع الدوله باحسن صوره يعني في الرياضه. صح. فهاي تحدي كبير بالنسبه لنا، انه شلون نخلي الشارع الرياضي يرجع المدرج من قبل نفس ما كان. هذه فيها تغيير فكر، الفكر صعب انك فهاي حبه ان شاء الله نسعى لها ان شاء الله، والبدايتنا ان شاء الله من كاساسي. الله يوفقكم ان شاء الله. عبد الرحمن ما نختلف. عندنا نقطه عبد الرحمن. هي نقطه بصيطه. حتى احنا هي الفكره ليش نفس ما قال لك ان هاي نبي نغير هالفكره. لو تشوف في الدوري مثلا، احنا تكلمنا عن الريان من شوي. صحيح. لو تشوف في الدوري بدايه الموسم الريان كان يفوز. صح. تشوف الحضور، حتى مباراتهم ضد العربي كانت اكبر مباراه بينهم وبين العربي، حضور جماهيري على مستوى الدوله. حتى في الدوري فريق العمل الاعلامي بنادي الريان كان فعال جدا، يعني صحيح. عنده سلط يعني الدعوه للقاعدات الجماهيريه. يعني صح. نمسي بالخير اخونا فيصل العتيبي والمجموعه اللي معاه بيض الله وجههم. كان هذا نفس الشغل اللي نقوله، الترويج، جذب القاعده الجماهيريه. بالضبط. فاحنا شنو شفنا يوم كانت النتائج ممتازه، اول 5 مباريات كانوا فايزين، الحضور وصل لاعلى مستوياته جدا. بدا الريان يخسر كم مباراه، شفنا الحضور بدا يقل ويقل ويقل. صحيح. فهذه النقطه احنا نبي نغيرها. انت ما تحضر والله على اساس النتيجه هاي، انت صح. تحضر لان هذا الفريق او هذا المنتخب انت تشجعه. نعم. هذا شيء يخصك نفس ما انت قلتي، هذا شيء يعني انا لازم اكون وراه في الحلوه ولا في المره. صحيح. انت هذا واجب عليك. بس عبد الرحمن يعني هذا يدخل فيها عامل نفسي. يعني مثلا انا الحين رايح للمباراه، يا اخي ابي افرح صحيح. بفوز فريقي، ولكن لما احضر المباراه والفريق يخسر لا ننسى انه راح يكون فيه عامل نفسي ايضا. صحيح. سواء كان حزن، يأس، توتر، ما خسارة البطولة، توتر. صح. ولكن الواحد ممكن يفكر انه اذا راح يستمر هذا الشيء انا ليش احضر؟ اتفق معك فيها، هذه الاشكاليه. هالنقطه صحيحه، انا اتفق معك فيها. لكن انت شلون تبي التغيير يجي وانت قاعد في البيت وما تسوي شيء؟ سواء انت سمعت النتيجه ولا كنت في الملعب بتزعل لان انت تحب هذا الفريق. يا سلام. فانت وجودك في الملعب هذا السبب ان تخلي الفريق يبدا يحس بالمسؤوليه. عامل مؤثر. لو تكون عامل مؤثر بالضبط، انه يحس بالمسؤوليه، انه ترى في ناس قاعدين يجوني. نعم. انا لازم ابيض الوجه قدامهم، لازم ابدا اشتغل على نفسي اكثر واحاول ان اطلع بنتيجه ايجابيه في النهايه. نعم. فهذه هي الفكره. انت وجودك في الملعب هاي داعم للفريق، وغير هاي انت يوم انك تكون في الملعب وقتها انت تقدر تطالب تقول والله انا موجود في الملعب. صحيح. يا فريق ليش ما تلعب عدل؟ يا صدق. انت في البيت ما تقدر تقول هالكلام، انت مو موجود في ظهرهم. فهذه هي هذا الكلام او النقطه اللي تكلمناها في بدايه الحلقه يوم قلنا رئيس الرابطه شلون قام يحاسب اللعيبه ملتزمين. السؤال عبد الرحمن، او مو بسؤال، يمكن اخوي جاسر اثار نقطه مهمه ونعيشها مع شبابنا، لكن ان شاء الله انها ما توصل مرحله التعصب. اوصل مرحله ان يعني اسم الله عليهم يوصل فيه ضغط ولا سكر بسبه يعني نتيجه. هي رياضه، في الاول والاخير لازم تؤمن هناك فوز وخساره. يعني ما في الدنيا كلها حامل اللقب البرازيل خسر، الارجنتين خسر، فرنسا ماخذه كاس العالم جت في النهائي ايضا امبابي جاب هاتريك بغوا ياخذون اخسروا. هذا لازم نؤمن ان في فوز وخساره. فريق فايز يا اخي ان فاز افرح معاه واستانس، هذه مكافاه لك يا جمهور. ان خسر لا اوقف سند معاه، اشجعه، احضر مره ثانيه وثالثه. لازم يعني ما نوصل مرحله يا جاسر ان نقول انه يا اخي اعصاب خسر. يعني حتى اللهم لك الحمد يعني شبابنا فيهم الوعي، فيهم الواعظ الديني، يعني اللهم لك الحمد، ما عندهم تلفظ، ما عندهم يعني يخسر يزعل يقول بس هذا مستوى تعبان. انه وصل مرحله يعني الشتم اذا جاز التعبير، انها مرحله ما يعرف يلعب او انه يعني رفع ضغطنا. لكن الحمد لله انهم ما عندهم الفاظ ثانيه. ولكن الان بنغير ايضا فكر هذا التعصب شوي. من حقك تصيدك حرقه، من حقك يكون فيك غيره، ولكن ما توصل مرحله انه يعني خلاص والله ما عاد حضر يا عبد الرحمن. صحيح. لا عاد تكلموني انا ما هذا ما يعني ما بقول هالكلمه، ما راح اشجع مره ثانيه. لا بالعكس، الان مثل ما ذكروا اخواني مو بانديه، الان منتخب واجب وطني، كاس اسيا وقطر، الكل يتعب، جميع الجهات والمؤسسات والوزارات، ترى الكل من المطار الى الملعب كل شخص يتعب لتحقيق افضل تنظيم كاس اسيا بعد تنظيم كاس العالم، وايضا دعم ومؤازره منتخبنا الوطني. صحيح. اللي دائما نقول ان شاء الله يوصل لاعلى المباريات او ادوار متقدمه الى المباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا اخوي فهد
اتوقع ان احنا ناخذ توقعاتهم. ايه غطينا بس شو غطينا المبادره بشكل خاص، ولكن الحين بناخذ ارائهم الشخصيه. بس شوف التوقع هو في توقع عاطفي ايه وفي توقع شبه واقعي. نبي اثنين. تمام. من بيكون عنده العاطفي؟ خلينا كلهم ترى كلنا عندنا عاطفه. عاطفي اكيد. انا بالمنتخب ياخذ اسيا ويكمل يعني ان شاء الله. ولكن الواقعي والله ان شاء الله دور مجموعات باذن الله يعني نقدر واصلين يعني. ممتاز. بعدين ان شاء الله يعتمد على الخصم عاد. قصدك نتجاوز دور المجموعات. ترى في منتخبات سبحان الله يقول لك ربما صعب عنده قوم يعني فوائده. صحيح. ايوه يعني نقول ان في كذا منتخب الان عندهم كذا لاعب انصاب. صحيح. من اللعيبه المؤثرين يمكن يعني هذا ايضا يكون دافع. صحيح. منتخبك تقول يتعدى دور المجموعه. بنشوف ملامحه في المجموعات. بعدين تعال اسالني مره ثانيه. بعدين نسالك مره ثانيه. هو واقعي بزياده. لا يبي يشوف التطبيق، يبي يشوف من الخصم. نفس ما قلنا كعاطفه باذن الله المنتخب ماخذ كاس اسيا ان شاء الله ومرتاح ان شاء الله باذن الله. لكن على ارض الواقع احنا تونا عندنا تغيير مدرب جديد. المدرب فاهم في الدوري وعارف اللعيبه وغيره، ومدرب ممتاز اللي هو مدرب نادي الوكره. مدرب نادي الوكره صحيح. فباذن الله معانا نقدر نوصل لمراحل بعيده. دور المجموعات ان شاء الله نفس ما قال اخوي مبارك باذن الله اننا متاهلين ان شاء الله. الادوار الثانيه المنتخب يعتمد عليه، بس يعني يعتمد على المنتخب اللي ضدنا، بس منتخبنا يعني ما يستهان فيه. نعم صحيح. باذن الله يعني منتخبنا من افضل 4-5 منتخبات في اسيا. في اسيا صحيح. فيوصل ان شاء الله اقلها باذن الله الى نصف النهائي، وان شاء الله احنا نشوفه ماخذ اللقب. وعبد الرحمن هل اللعيبه اللي حققوا كاس اسيا 2019 صحيح شاركوا في كاس العالم نقول يعني نصهم مثلا او ما بقول عدد بالضبط ولكن تقريبا النص موجودين الان في المنتخب الحالي صحيح. مع التدعيم الشباب. هل هذا وابشرك انه يعني الان بعد العبوا الدوري يعني الدوري توه موقف في يعني ما نقول نفس العام اللي وقفوا تقريبا 4 شهور. أيوة. لا فترة راحة بسيطة. فترة راحة بسيطة. أيوة. هذا ايضا يساعد المنتخب. صحيح هذا يساعد المنتخب بشكل كبير ان يلعب، يكون في رتم مباريات يلعبوا مباريات ورا بعض، يكون اللاعب خلينا نقول مستواه تصاعدي من يوم يبدا بعد الراحه، يوم يبدا يلعب مستواه يبدا يتصاعد. فالمنتخب الحين بيلعبون مباراتين وديتين قبل كاس اسيا وبيلعبون كاس اسيا، فهو يكملون على المبادره موجوده في المباراتين الوديه. مبادراتكم انتم؟ والله شوف الموضوع مع مدرب الوكره دائما يحب انه يكون الاشياء بعيده عن الاعلام، فغالبا مبارياته بتكون خلينا نقول مغلقه. غالبا تكون مغلقه. اذا كانت مباريات موجوده وفي حضور اكيد بنكون موجودين، هاي شيء اكيد. ممتاز ان شاء الله. فنفس ما قلت لك في رتم تصاعدي، وباذن الله ان اللعيبه حاليا جاهزين ان شاء الله، وان بيدخلون مع لعيبه كاس العالم هم هذولك عندهم خبره، والشباب الجداد يعني فيهم الخير والبركه ان شاء الله. ان شاء الله ان يوصلون بعيد في البطوله. وما نستغني من دعواتكم. اللهم امين. الله يوفقهم. اللهم امين. طبعا نكون وصلنا معكم للختام، اللي في خاطره شيء يقوله ولا رساله توجهونها للجماهير؟ تفضل عندك. تفضل اخوي مبارك ولا عبد الرحمن؟ لا خلاص بسم الله. اول شيء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك حق واجب. رساله للجماهير. المنتخب فايز في كاس اسيا، هو بطل البطوله. صحيح. والبطوله حاليا على ارضنا في قطر. هالبطوله بعد افضل استضافه لكاس العالم في التاريخ جايه، فحاليا احنا واجب علينا ان نكون موجودين في الملعب ونحضر، سواء كبدايه هاي الاساس لمنتخبنا القطري او للمنتخبات الثانيه بعد تحضر وتشوف المباريات. في مباريات كثيره بتكون حلوه، نحضر ونشوف المباراه. فاحنا كجماهير كمدرج العنابي نبي وقفتكم معانا احنا عشان نوقف كلنا في ظهر المنتخب وفي ظهر بلادنا قطر على اساس نطلعها بافضل شكل ممكن ان شاء الله. الله يجزاك خير. عبد الرحمن العوضي بيض وجهك على الكلام الطيب، مسؤول التسويق الجماهيري. لا انت عندك يا جاسر مع مبارك. اخوي مبارك كلمه اخيره تبي تقولها؟ اشكركم على الاستضافه. لا شكرا. ما ازيد على كلام اخوي عبد الرحمن. باذن الله ان شاء الله بتشوفون شغلنا في مدرج العنابي قبل الايام، وبالتوفيق للمنتخب ان شاء الله. باذن الله. شكرا جزيلا للضيف مبارك المنصوري المسؤول الاعلامي بمبادره مدرج العنابي. شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. بيض الله وجهكم. عز الله ما قصرتم. بالتوفيق ان شاء الله.